السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. هنا كان في مقطع للأسف انقص واضطريت أنا أسجلكم تسجيل صوتي. هنا كنت مجهزة مفرمة بندورة وبقدونس وبصل وحطينا الرز، وهنا البهارات اللي هي ماجي وملح وفلفل أسمر وبهار وقرفة و7 بهارات. وهنا حطيت سمنة زي ما انتم شايفين، هحط تقريبا 3 معالق سمنة. وهلقيت رح نسلق الدوالي زي ما انتم شايفين. دوالي طبعا نوعيات من المخزن بالملح، رح نسلقهم معاكم. وما بسلقه، بس انه بحطه اللي يطلع ملاحته في المي المغلية بس، مش اكتر. اما انا ما بسلقه سلقة، يعني انه سلق لا، بس مجرد ما اطلع منه الملوحة اشي بسيط بس غلوة وبشيله. بس مجرد ما احطه في المية المغلية بقلبه زي ما انتم شايفين، بطفي الغاز، بس بخليه في المية بس نص دقيقة ل2 دقيقة وبعدين بشيله. وهلقيت زي ما انتم شايفين حطينا البهارات والسمنة، وراح نحرك كل الغراض مع بعض، وراح احط معاهم معلقة صلصة بتديها طعم حداقة هيك، ويطلع كمان رز لونه احمر وحلو. معلقة واحدة بس. راح نلخبطهم كلهم في بعض ونرجع لكم. وهيك جهزنا كل اشي، بس ضايل بدي ابقور الكوساية. لقيتها تشوفون وانا ببقور الكوسة. سلقنا البصل وسلقنا الدوالي وجهزنا التتبيلة. ضايل علي انه ابقور الكوسة وبعديها نحشيهم ونلف الدوالي معاكم. خليكم معنا لاخر الفيديو. وهلقيت زي ما انتم شايفين راح نبقور الكوسة. ايش مالك يا حمادة؟ حمادة بحكي لي انه جعان، مش مستني اني اخلص عمل الغدا. نعم. ايش تاكل؟ قلت تاكل محشي. شو انت قلت لي نفسك في المحشي؟ ايش بدك؟ يعني بدكش تستنى؟ طب ايش، روح كل بسكوت، في بسكوت. هاي بسكوت، روح خد بسكوت. بسكوت عادي. ماشي. هلقيت بخلي ريم تديك. في حاجات سلم ايديك. وهيك ضايلنا بس كم من حبة وبنخلص زي ما انتم شايفين. بقورنا الكوسة، هلقيت هنغسلهم ونحشيهم. ونكمل 4 حبات هدول ضيلات معانا. وهي اخر حبة معانا لليوم للكوسة، وهيك بنكون خلصنا فحر الكوسة. لقيت يا جماعة حطينا كل اشي جاهز زي ما انتم شايفين، وحطينا في قاع الطنجرة بندورة وفلفل اخضر. وهلقيت رح نصفط الجناحين من قاع الطنجرة، اي اشي بتحبوه، جناحين فخاد دهور دجاج، اي حاجة، صدر، اي اشي انتو بتفضلوه تحت المحاشي حطوه، ما في مشكلة. احنا من النوع اللي بنحب الجناحين وبنحب الظهور تحت المحاشي. طيب لقيت راح نصفط الطنجرة الثانية زي ما انتم شايفين.
لقيت بعد ما صفطنا الجناحين راح نبلش في حشي البصل. زي ما انتم شايفين شاربينه ومجهزينه، وهنبلش في حشوة البصل. نحشي البصل زي ما انتم شايفين. هاي طريقتنا بعمل البصل. وهنا بلشنا بحشي الكوسة زي ما انتم شايفين. خلصنا البصل ودخلنا على الكوسة، وريم كانت تساعدني بلف ورق الدوالي زي ما انتم شايفين. نحشي الكوسة ونلف ورق العنب، وإن شاء الله يا رب طريقتنا وهيك تكون خلصنا عجبتكم. حشي الكوسة. عن جد ضل يا شوية جماعة دوالي وبنكون طريقة مخلصين. المحشي كتير كتير سهلة، مش خليكم لأني معنا أنا للآخر. بعملها، بس عن جد جربوها وهتعتمدوها بإذن الله. خلصت هنا من لف حشي الكوسة، وبلشت ألف وأساعد ريم كمان بلف ورق العنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين يا جماعة خلصنا لف حشي كل الكوسة. لقيت حطينا ملح وماجي وصلصة. نعم. هنا حطيت بس ماجي، ما بحط ملح لأنه الورق نفسه مالح، فما بحط ملح. وهلقيت بحط معلقة صلصة بعد ورق العنب. ما بكتر كتير على الورق العنب صلصة، أنا بحط عليه ليمون وزيت. زي ما انتم شايفين هيك الكوسة والدوالي جهزوا، هنسيبهم يغلوا بعدين نوطي عليه ونسيبه يستوي على نار هادية. خليكم معنا لحتى تشوفوا كيف الأكل بيطلع. وهيك الدوالي تقريبا جهز. محشي الكوسة كمان جرب يجهز. ضايل الدوالي بس هحط له زيت زيتون وليمون، وهيك بيكون أكلتنا لليوم جهزت. لقيت رح نحط عصير الليمون زي ما انتم شايفين، نوزعه على كل طنجرة. راح نحط هلقيتها زيت زيتون. هيك أكلتنا لليوم جهزت. هنتركه بس يتطبخ شوي مع الزيت والليمون، وألف صحة وهنا. وهلقيت راح نقول طنجرة قلبنا الدوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش رايكم؟ فنانة ولا مو فنانة؟ هلقيت بنعبي في الكوسة زي ما انتم شايفين في الصينية لحتى نتغدى. وهيك غدانا لليوم جهز الحمد لله رب العالمين. حتى سخون للشوربة يا ماما. وهيك الكوسة جهزت كمان تبعنا جهز. وهيك أكلنا الحمد لله جهز. ما شاء الله ألف صحة وهنا
قلب اللي بياكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.